مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يوم الغد بحول الله مصلحة الأرصاد الجوية ترتقب استقرار في الوضعية الجوية، أجواء قليلة السحب على كل المناطق الشمالية، لكن ضباب كثيف سيميز أغلب المرتفعات الداخلية خلال الصباح الباكر، وعليه الرؤية ستكون ضعيفة. صفاء تام أيضا على شمال الصحراء ووسط الصحراء، وأجواء مغشاة جزئيا من أقصى الجنوب الغربي نحو مرتفعات الهجار والتاسيلي. بالنسبة للحرارة خلال ليلة اليوم ستكون باردة خاصة بالمرتفعات الداخلية، درجة 0 بباتنا بسطيف وحتى بالجلفة، درجة 1 فقط بالبيض وسعيدة، 6 إلى 9 درجات بسواحل، تقريبا نفس المقياس بشمال الصحراء والجنوب الشرقي، 10 بأدرار، 14 درجة بتندوف، وأخيرا 17 بكل من برج باجي مختار وعين قزام. خلال ظهيرة الغد الحرارة القصوى تبقى باردة بالمناطق الوسطى الشرقية وحتى بالمرتفعات الداخلية، 18 درجة بالعاصمة وعنبة، 15 بكل من باتنا والجلفة حتى بتيارت، 17 درجة بتيزي وزو، في حدود 20 درجة بوهران وتلمسان، نفس المقياس جنوبا ببشار وغرداية، 16 درجة ببسكرة والواد، في حدود 25 درجة بإليزي وعين صالح، وأخيرا 34 درجة ببرج باجي مختار وعين قزام. البحر خلال يوم الغد سيكون جميل على سواحل الوسطى والشرقية، رياح ضعيفة على العموم على كافة السواحل، مع بحر قليل الاضطراب بالسواحل الغربية. اتجاه الرياح سيكون من مختلف الاتجاهات إلى الشرق تماما بالسواحل الوسطى. جولة خاطفة إلى بعض العواصم الأوروبية بإذن الله، ثلوج مرتقبة على برلين وموسكو، أجواء متقلبة على باقي العواصم تكون مرفوقة بأمطار بكل من روما واسطنبول، وأجواء مشمسة ستميز غرب القارة خاصة بمدريد ولشبونة. أما فيما يخص الحرارة لن تتعدى درجة 0 بكييف، 4 درجات ببرلين، 8 بلندن، 14 درجة بروما، وترتفع إلى 19 بلشبونة. وقت شروق الشمس على مستوى العاصمة لصبيحة الغد بحول الله سيكون في حدود الساعة 7 صباحا و41 دقيقة، والغروب على 5 مساء و31 دقيقة. دائما تبقى عناوين مصلحة الأرصاد الجوية في الخدمة. شكرا على المتابعة، ودمتم في رعاية الله وحفظه.